الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. أيها الملأ الكريم، يقتضي الواجب أولاً التوجه إلى كل المتفوقين المتميزين وإلى كافة أفراد عائلاتهم وإلى سائر أعضاء الأسرة التربوية بأحر التهاني وأصدقها. وعلاقات القائمة بين التلاميذ والطلبة وذويهم والمعلمين والأساتذة وسائر الأعوان على اختلاف أسلاكهم ورتبهم لا تقوم على الدرس والتلقين وعلى الأوراق والأقلام والضوارب وعلى الأرقام وعلى الإحاطة والتوجيه والتأمين والإرشاد، بل هي أرقى وأنبل يكاد يستعصي أي وصف على وصفها. كما يقتضي الواجب ثانيا التوجه إلى من لم تتوج جهوده بالنجاح بأن يستكين، بل عليه أن يقوم بقراءة نقدية لنفسه وينظر في الأسباب التي أدت به إلى عدم نيل المبتغى والمراد. فالفشل هو التجربة التي تسبق النجاح، ولكن لا يمكن أن ينكر إلا جاهل أو متجاهل أن من بين الأسباب التي أدت إلى الفشل وليست أقلها هي فرص النجاح غير المتساوية نتيجة للفقر والحرمان وعدم توفر عديد المرافق كالنقل وغيرها. وهذا التفاوت لا يتصل بولايات الجمهورية بل حتى داخل نفس الولاية، بل حتى في إحدى معتمدياتها. أيها الحضور الكرام، أن التعليم إلزامي إلى سن 16 كما ينص على ذلك الدستور، وعلى الدولة أن تضمن الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. أن هذا حكم دستوري ملزم للدولة، وعلى الدولة أن تعمل على تحقيقه، ملزم لها لبذل العناية المطلوبة حتى يتحقق الهدف المنشود. ولكن الانقطاع عن التعلم وعدم توفر الإمكانيات الضرورية والتوزيع غير العادل لهذه الإمكانيات يجب أن يتوقف، ويجب رصد الاعتمادات الضرورية في مشروع قانون المالية حتى يتجسد هذا الحكم الدستوري في حيز الواقع والفعل. ولا شك في أن من بين أهم الجبهات في معركة التحرر الوطني جبهة التربية والتعليم، وليس من قبيل الصدفة على الإطلاق أحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور، وسينطلق إن شاء الله في أعماله
بعد أن تم استكمال كل النصوص المتعلقة به في أقرب الأجال. ولعله من المفيد التذكير بأن موضوع التربية والتعليم وإصلاحهما انطلق منذ أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر بإنشاء المدرسة الحربية بباردو، قبل إنشاء المعهد الصادقي سنة 75 و800 وألف. وعديدة هي المشاريع التي تتالت، بعضها من الصلة الاستعمارية وبعضها ممن كانوا من سدنتهم ونادوا بالاستعاضة عن اللغة العربية باللغة العامية، كما نادى بها البعض أثر ثورة 17 من شهر ديسمبر، وغير قليل في فترات متعددة من كان هدفه الاستئثار وحده بالعلم. وهناك محطات كثيرة يمكن التوقف عندها. هناك من نادى في السنوات العشرين بالاستعاضة عن اللغة العربية الفصحى باللغة العامية، وهناك من نادى في السنوات السبعين بالاستعاضة عن الأحرف العربية بالأحرف اللاتينية. كثيرة هي المحطات التي توقف عندها الباحثون، ولا يمكن التوقف عندها كلها. كما أنه جدير بالتنويه إلى الاستلاب الفكري، فكثيرون اليوم لا يكلفون أنفسهم عناء النظر في المفاهيم التي يرددونها. إننا في حاجة إلى أفكار جديدة نضعها نحن، ومفاهيم بدورها جديدة نتولى وضعها بأنفسنا، لا أن نستورد هذه المفاهيم كما تستورد بعض البضاعة من بعض العواصم، ولأنها قادمة من بعض العواصم لا ينظر في محتواها ولا يكلف من يرددها نفسه عناء النظر فيها. فما دامت قادمة من أكبر دور الأزياء كما قال عميد الأدب العربي، أو من أكبر دور العطور، فهي غير قابلة للنظر فيها ولا للنظر في محتواها. نحن في حاجة إلى مفاهيم تتناسب مع هذا الواقع الجديد، انطلاقا من أفكار جديدة، لأن هذه المفاهيم التي تم استيرادها كما تم استيراد عدد من الأزياء والعطور، هذه المفاهيم لم تعد صالحة للاستعمال كدواء أو كغذاء انتهت مدة صلاحيته. يقتضي الإصلاح الوطني، بل يفرض البناء والتأسيس الجديد أن تكون خياراتنا خيارات وطنية نابعة من إرادة شعبنا
وثروتنا البشرية هي التي لا تنضب ولا يمكن في ظل هذه الخيارات الوطنية النابعة من إرادة شعبنا الحر أن يصيبها لا انحباس ولا استلاب ولا تغريب. وليس من قبيل المغالاة في شيء القول أن من بين أبشع الجرائم التي ارتكبت في تونس خاصة منذ نهاية السنوات 80 ثم أكثر بعد ذلك مع بداية السنوات 90 قبول إملاءات أجنبية أدت إلى الوضع الذي يعلمه الجميع. ولا بد اليوم وبسرعة قصوى العمل على فتح آفاق رحبة وتصور حلول عادلة لمن كانوا ولا زالوا ضحايا لهذه السياسات، والعمل مستمر دون انقطاع على أن يتمكن هؤلاء من حقهم المشروع في عملية البناء والتشييد. وأول مقياس في عملية الاختيار والانتداب هو الوطنية والعطاء والتعفف والإيمان العميق بالمسؤولية الوطنية. فمن تنقصه التجربة سيكتسبها، وهو في كل الحالات أفضل ممن اكتسبها ووظفها لخدمة قوى الردة والخيانة والاستعمار. أيها الملأ الكريم، يتم الاحتفال مرة في السنة بيوم العلم، ولكن يجب أن تكون كل أيام السنة أيام علم تقضي على الأمية، والأمية أميات، لأن هناك من يدعي في العلم معرفة وهو في عداد الأميين. تقضي على الأمية وتقضي على أسبابها، كما تفضح ممن يدعون أنهم يلقنون الدروس ويتلونون كل يوم بلون جديد. تاريخهم معروف لدى الشعب التونسي، والشعب التونسي سيبقى ثابتا صامدا في مواجهة هؤلاء الخونة وسدنة الاستعمار. بعقول شبابنا وسواعدهم ستبنى الصروح التي لن تتهاوى بعد بنائها، ولن تقدر عليها معاول الهدم والتدمير. والتاريخ لن يعود إلى الوراء، وإنها لثورة حتى النصر المبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.